حبيباتي، نتمنى إن شاء الله الفيديو تاعي تلقاكم بصحة وعافية، صحة فطوركم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. اليوم أول نهار لرمضان، إن شاء الله يا ربي يفوت علينا بالصحة والراحة. اليوم حبيت نشارك معكم طاولتي لنهار اليوم، طاولة اقتصادية فيها طبق رئيسي، فيها تانيك الشوربة اللي ما نستغناوش فيها، فيها مملحات مختلفة، وهذا كامل وجدته بنص صدر تاع الدجاج، فقط نص صدر حبيباتي. أول حاجة هنا بعد ما صليت الظهر قريت شوية قرآن، دخلت هنايا الكوزينه ديالي. هنا بديت في طاجين الحلو باش نحس روحي راني في رمضان. طاجين الحلو ديالي درته هنايا، درت هنا كيله تاع سكر، زوج كيسان تاع زوج كيلات تاع الماء، مغرفه كبيره تاع السمن، زوج زوج عودان تاع القرفه، ودرت هنا شويه تاع القرنفل. خليته هنا يغلي كيما راكم تشوفوا هنا. نخلي هذيك الشربه ديالي حتى تغلي كامل، نحسها شويه حتى تعقد. وفي نفس الوقت راني دايره كيله تاع الفواكه المجففه عفوا. درت هنايا هذاك المشماش وهذاك الزبيب درتهم في مسخون، والعينه درتها وحده تانيك في مسخون. هنا ما تخلوش في مسخون بزاف يطول حبيباتي، غير ديروا هنا واحد مده 10 دقائق ونحوهم. هنا بعد ما عطيت لي شويه هذيك الشربات، راح نجيب هنا هذاك المشماش وهذاك الزبيب هما الاولين حبيباتي، راح نلوحهم ونخليهم هنا حتى يطيبوا كامل. والعقده تاعي راح تزيد تغلي باش ندير هنا المشماش. العينه نخلوها هي الاخرى كامل. صراحه هذه المره شريت العينه عيانه شويه، مع تلوحيها تبدا ديريكت تطلق فيها هذيك الكحوليه ديالها. انا خليتها هي الاخر مي بارف، درت الغاليه فقط طفيت عليها. كيما راكم تشوفوا حبيباتي طاجين الحلو هنايا ديالي راه عقاد كامل. شوفوا هنايا ماما ديك لاصوص ديالي راهي قادت. حنا نحسوا رانا في رمضان غير كي نشموا البنات تاع داك الطاجين الحلو. هنا واش ندير؟ راح نزيد لهاديك لاصوص ديالي، راح نزيد لها انا هذا العينه. كيما راكم تشوفوا حبيباتي العينه نخلوها هي الاخرى كامل باش انا ما تطلقناش هذيك الكحوليه ولا الصوص ديالنا تاع اللحم الحلو. تجينا هكذا تجينا هكذا تجينا المرقه ديالها شابه. كيما راكم تشوفوا حبيباتي نخلي هذاك العينه ديالي ترفد لي الغليه. هنا راه غاليه واحد الغليه مي با واحد الخمس دقائق الى ونطفي عليها. هنا قبل ما نطفي زدت لها انا نص كاس تاع المزهر، وفي الاول ثاني درت شويه تاع المزهر. عندي هنا لي طرونج تاع حبه تاع القرص باش انا يبقى لي ديما خفيف. واش ندير؟ نزيد نخليها انا حبيباتي تغلي هذيك الفواكه ديالي مليح كامل، ومن بعد نطفي عليها. هذه يا حبيباتي بعد ما غلات هنا مي با واحد 10 دقائق فقط وطفيت عليها. كيما قلت لكم انا العينه ديالي شريتها هذه المره ماشي بزاف شابه صراحه، تمثم تذبل وتطلق الكحوليه. هنا واش ندير؟ هذا هو الطاجين الحلو كملت. ونجوزو هنايا للطبق الثاني. اول حاجه طبق الشوربه اللي ما استغناوش عليها لي دائما في رمضان. اول حاجه جبت الفخار ديالي هنا على حسب افراد العائله. نبداو هنا نوجدوا الشوربه الله الله. عندي هنا نص مغرفه تاع زبده. دائما حبيباتي الشوربه ديالكم ديروا لها نص مغرفه تاع زبده تاع لابير، راح تجيكم بزاف بنينه. نزيدوا لها هنا زوج مغارف تاع الزيت، ما نكثرش لي دام بزاف باسكو هنا راح نديرها اللحم مع الدجاج. هنا عندي شويه تاع اللحم مع شويه تاع سكالوم قطعتهم هنا قطع صغيره فقط. هنا شويه قسما بنو فقط. عندي في الاشوار هنايا ريحه حبه طماطم تعود كبيره مع نص حبه تاع البصل مع زوج تنينات كبار تاع الثوم. عندي هنا شويه تاع الكزبر، هنا نديروا لها كونتيتي مليحه تاع الكزبر، الشوربه تحب الكزبر بزاف. عندي هنا زوج مغارف يكونوا معمرين مليح تاع طماطم مصبره باش الشوربه تاعنا تجينا بنا الله الله. عندي تانيك حبيباتي زدت لها هنا وحده تاع جمبو تاع دجاج. هنا راح ندير وحده تاع جمبو تاع دجاج، ونزيد هنا شويه فقط تاع ملح. كما تعرفوا بلي الجمبو مالح. نبداو حبيباتي هنايا في لي زيبيس. عندي هنا شويه تاع فلفل عكري مخلط بين حلو حار. نزيد هنا تانيك حبيباتي هنا شويه تاع الكزبر. عندي هنا شويه تاع زنجبيل. نزيد هنا شويه تاع فلفل اسود. وانا عندي شويه تاع راس الحانوت. راس الحانوت ندير شويه فقط ما نكثروش. هذه هي الشوربه ديالي حبيباتي بعد ما كملت. واش ندير هنا؟ راح نهز الفخاره ديالي وراح نديرها على نار متوسطه كامل باش طيب لي على غرضها. كيما راكم تشوفوا دائما الفخاره حبيباتي نخلوها طيب على غرضها. والشريبه ديالنا هنا خلوها ثاني تتحمص وتشرب لنا هذيك البنه تاع لي زيبيس. كيما راكم تشوفوا هنا انا نار متوسطه راهي مخليه هذيك الشريبه ديالي راهي طيب لي الله الله وتكتك، وفي نفس الوقت نشموا هذيك الريحه الله الله. هنا كيما راكم تشوفوا هنا نحركها ساعه على ساعه، راني نجي نقلبها ونحركها. وخلوها نتوما حبيباتي اطول مده كامل باش هذاك اللحم ديالكم وداك الدجاج ديالكم راح يتشرب ويطلقوا لكم هذيك البنه البنينه كامل. هنا راني نغطي عليها وساعه على ساعه راني نجي نضرب لها طله. انا كيما راكم تشوفوا حبيباتي هنا راني ساعه على ساعه راني نضرب لها طله. وهنا ومن هي راني حاطه كسرونه تاع الماء يسخن باش هنايا نمرقوا دائما الماكله ديالنا بالماء يكون دافي باش الماكله ديالنا راح تجي بنينه وتجينا بزاف حلوه. كيما راكم تشوفوا هنا راني ساعه ساعه راني نقلبها. وانتم خلي حبيباتي دائما الماكله ديالكم خلوها تتحمص مليح كامل. وانا هذه هي الشريبه ديالي حبيباتي. هنا راهي تشربت كامل وداك اللحم ديالنا تبان وطلق هذيك البنه ديالو. انا واش ندير؟ راح نمرقها كيما قلت لكم. انا راح نمرقها هنا بما سخون. راح ندير هنا كونتيتي تاع الماء نعمر الفخاره مليح كامل. هنا نحرك هذيك الفخاره ديالي هنا بعد ما مرقتها.
أنا راح نزيد لها حبيباتي شوية تاع الحميصة. عندي هنا حميصة طايبة نُص طياب، وحبيباتي هنا الحمص كاين اللي يحب يدير الشوربة ديالو يدير لها الحمص، وكاين اللي ما يحبش يديرها. حنا صراحة الشوربة ديالنا لازم نديرو لها الحميصة. أنا كيما راكم تشوفوا زدت quantity تاع الحميصة، ومن بعد واش راح ندير، راح نخلّطها كامل. أنا راح نغلق على هذيك الشوربة ديالي ونخليها راح تطيب على نار متوسطة. كيما راكم تشوفوا، شوفوا الشوربة ديالي بسم الله ما شاء الله طلقت هذاك الوجه ديالها. أنا الشوربة ديالكم باش تعرفوها بنينة حتى تطلق لكم هذاك الوجه تاع البورمة كيما نقولوا حنايا، راه باش يجي بنينة. هنا راهي الشوربة ديالي راهي طاب لي اللحم ديالها. هنا كانت طيب على نار متوسطة. أنا طاب لي هذاك اللحم كامل، والشوربة ديالي هنا راهي بدات تختار كامل. واش ندير؟ عندي شوية تاع الفريك غسلته هنايا خطرتين ولا 3، وخليته هنا شوية باش يتنفخ لي. واش راح ندير هنا؟ راح ندير الفريك ديالي في الشوربة. أنا درت قمص كاس، عندي كاس دائمًا، خلّوا كاس دائمًا حبيباتي. الكيل الأول اللي تكيلوا به الفريك هو كملوا به رمضان كامل. أنا عندي واحد الكاس صغير برك نكيل به، باسكو كيما تشوفوا الفخارة ديالي راهي صغيرة فقط. أنا نحرّك هذاك الفريك ديالي مليح كامل. وهنا دائما الفخاره لازم تطيب على نار متوسطه حبيباتي. كما راكم تشوفوا هنايا كي نلوحوا الفريك ما نغفلوش على الشوربه ديالنا. ساعه على ساعه نجيو هنا نحركوا الفريك ديالنا، باسكو كما تعرفوا الفريك مع الاول كي نلوحوا يكون يابس، ومن بعد باش يطيب. هنا كما قلت لكم ساعه على ساعه نجي نقلب هذاك الفريك ديالي، ونخلي الشوربه ديالي حتى تعقد وتكمل يطيب لي هذاك الفريك كامل. وانا حبيباتي هذه الشريبه ديالي راهي طابت واختارت وكفاجات بسم الله ما شاء الله. الوجه ديالها راح يعطيكم الخبر. هنا اختارت لي كامل. والشوربه ديالنا ما نحبوهاش ثقيله صراحه، نحبوها شويه خفيفه، ما تجي خفيفه بزاف ما تجي ثقيله، باش هنايا تعرفوا بلي الفخار يبقى يغلي. ما نطفوا عليه راح يبقى يغلي وحده. كما راكم تشوفوا بعد ما طاب لي كلش هنا راني طفيت. راح نزيد لها هنا جوا تاع فلفل تاع الحار اللي لازم في الشريبه. وهنا شوفوا حبيباتي كيف طلقت هذاك الوجه ديالها كامل. هنا طفيت عليها. راح نزيد لها هنا شويه تاع النعناع، وراح نزيد لها كونتيتي مليحه تاع الكزبر. كثروا هنا حبيباتي الكزبر، شوربه تحب الكزبر بزاف وتحب شويه تاع النعناع وهذاك الجوا تاع الفلفل. وهذه هي حبيباتي الشوربه ديالنا هنايا اللي وجدتها ثاني. كذا هو الطبق الثاني راني تهنيت منه. راح نغطيه ونجوز للطبق الثالث ان شاء الله. اول حاجه راح ندير لكم هنا واحد الرولي هنايا بالزيتون راح يجي هاي كامل. عندي هنا نص تاع صدر تاع الدجاج راح ندير به 3 اطباق. هنا عندي صدر تاع الدجاج قطعته قطع صغيره حطيته في الاشوار. درت فيه شويه تاع البصل، درت له هنا 2 سنينه تاع الثوم وشويه تاع المعدنوس. وعندي هادوم تاع الصدر هادوم العظام اللي نحيت منهم الصدر اللي سلخته كامل، حطيتهم هنا في الطاجين. راح نسكرفش عليهم هنا حبه تاع البصل باش يبلنوا لي فقط. راح ندير هنا حبه تاع جامبو. هذه الحبه تاع جامبو حبيباتي تاع الدجاج راح نقسمها بين هنا بالمرقه تاع الطاجين هنا راح نديرها، والنص الاخر راح نحطوه في الماتيك في في الاشوار مع هذاك في هذاك الصدر ديالي. كما راكم تشوفوا حبيباتي حطيته هنايا في الاشوار. راح نبدا هنا ندير لي زيبيس. عندي هنا شويه مغرفه تاع الزبده. لي زيبيس اللي نديرهم في الطاجين نفسهم اللي راح نديرهم هنا في هذاك الاشوار باش ندوزو هذاك سكالوب ديالي. هنا درت شويه تاع الزبده. راح ندير هنا 2 مغارف تاع الزيت. نزيد ندير هنا 2 مغارف تاع الزيت في الاشوار حبيباتي. كما قلت لكم لي زيبيس اللي نديرهم في الطاجين راح نديرهم هنايا تانيك في هذاك سكالوب. عندي هنا شويه تاع الزنجبيل. عندي تانيك شويه تاع فلفل اسود. كما قلت لكم اللي نديروها في الطاجين نفس لي زيبيس اللي راح نديرهم في مع داك السكالو باش نرحوه. عندي تانيك شويه تاع ثوم بودر راح ندير في السكالو فقط، مش راح ندير في الطاجين. الطاجين راني مسكرفشه هنايا بصل مع الثوم. عندي شويه تاع الكركم تاني راح ندير هنا شويه في الطاجين وفي السكالوب كيما راكم تشوفوا. أنا بعد ما كملت درت هنا ورقة تاع رند، وهذا هو الطاجين ديالي حبيباتي. راني كملت المرقة ديالي هنا تاع الرولي دوزنتها. راح نجوز لهداك هنا بعد ما كملت هنيت منه راح نجوز لهداك الاشوار ديالي اللي حطيت فيه سكالوب. كما راكم تشوفوا راح نحط هنا 3 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح تاع لا شابلوغ. راح نزيد هنا نص مغرف على راس المغرف فقط تاع لا موتارد. ما تكثروش حبيباتي لا موتارد، غير نص مغرفه فقط صغيره فقط. هنا واش نديرو؟ هنا عندي حبه تاع بيض. هنا الحبه تاع البيض ديالي كانت كبيره بزاف. هنا راني درت هنا نص ديالها خلطتها مليح وندير غير نص فقط من حبه تاع البيض. انا واش ندير؟ راح نغلق هنا الاشوار ديالي وراح نرحي هذا السكالوب ديالنا. هنا حبيباتي راهو نص صدر فقط راح يدير لي اطباق بزاف. كما راكم تشوفوا هنا راح نرحيه. وهذا هو شوفوا هو الصدر بعد ما رحيته. واش ندير؟ راح نحي منه كونتيتي باش هنايا راح من بعد راح نحشي به لي سيجار ديالي لي كورني ديالي. نحيت هنا كونتيتي راح نخليها هنا للمملحات. كما راكم تشوفوا هذا نص صدر فقط راح نديرو بزاف في الاطباق به. هنا شوفوا نحيت كونتيتي كبيره كامل يعني كونتيتي مليحه. نخليها هنا باش من بعد نحشي بها هذاك لي كورني. راح ندير هنا شويه تاع الزيت باش هنا يساعدني في الخدمه ديالو.
ونزيد هنا ندير لي بول صغيورين فقط كرات الدجاج باش نزيد نلوحهم في الطاجين ديالي حبيباتي. ندير هنا هذا كيما راكم تشوفوا. ما نكتروش لي بول بزاف، انا ندير قسمه نلوحهم في هذاك الطاجين فقط. انا العائله ديالي صراحه ما فيهاش افراد بزاف، غير شويه فقط، دائما الاكل ديالنا ندير غير شويه فقط، قسمه ناكلو كيما تعرفوا حبيباتي. نهار الاول صراحه ما كنيناش كامل يا ربي، غير شويه شويه فقط. هنا كيما كتشوفوا زدت درت هنا بولات صغار كامل بهذه الطريقه. وهنا حبيباتي غير نص صدر فقط نقدروا نديروا بها حوايج بزاف كامل. وأنا بعد ما كمّلت راني خلّيت شوية quantity تاع الصدر حبيباتي تاع الدجاج هذاك باش من بعد ندير به هذاك الرولي. شوفوا هنا حبيباتي بنص صدر تاع الدجاج، شوفوا جاني بسم الله ما شاء الله. خلّيت هنايا شوية هذاك راح ندير به الرولي، وعندي تانيك هذاك راح نحشي به لي كورني، وهادو من يبون راح نلوحهم في المريقة ديالي. هنا نشعل على هذاك الطاجين ديالي كيما راكم تشوفوا. صراحة هادو طواجن بزاف هايلين والماكلة ديالهم بنينة، بنينة هايلة. شوفوا حبيباتي هنا واش ندير على نار دائما ونطيبوا فيهم حبيباتي. هذه طواجن لازم نطيبوهم على نار تكون متوسطه فقط، ما نزيدولهمش هنا النار. واش ندير نكمل نحمص انايا هذاك الطاجين ديالي كامل نخليه حتى يتبنني. وداك العظام تاع السكالوب راح تقولي هذيك البنه. نبقى هنا نحمص فيه على نار متوسطه وساعه على ساعه هنا نقلبو ونغطيه ونخليه حتى نتحمص مليح. انا واش ندير حنغطي عليه ونخليه حتى يتشرب كامل هذاك الدجاج ويتبنني. وختارت كامل عندي هنا شويه تاع الزيتون هذا الخضر. هنا حبيباتي الزيتون دائما نبقاو نبدلو في الماء ديالو حتى يتنحى له هذيك الملوحيه ديالو. وما تبقاوش تبدلو بزاف 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 حتى ما تبقاش فيه البنه تاع الماء هذاك الزيتون. يحب هذيك شويه تاع الملوحيه تانيك نبدلو له هنا واحد 3 خطرات. ونخلوه كيما راكم تشوفوا. بعد ما ضفت الزيتون هنا نزيد نخليه يتشرب لي مع ديك البنه تاع لي زيبيس، ويطلق لي ثاني البنه ديالو كامل يتحمص لي. هنا بعد ما تغطى مليح كيما راكم تشوفوا راح نمرقوا هنايا. ما نكثرش الماء، راح ندير هنا واحد الكاس تاع ماء فقط ولا اقل من الكاس باسكو هنايا ما سحقش المريقه بزاف. هنا نزيد نخلط حبيباتي هذيك المريقه ديالي. وهنا نخليها حتى ترفد لي الغليه كامل حبيباتي. انا بعد ما رفدت لي الغليه راح نجيب هذيك لي بول اللي خدمتهم معاكم، راح نضيفهم لهذا الطاجين ديالي. شوفوا حبيباتي كما قلت لكم هذيك لي بول قبيله شكلناهم راح نضيفهم هنا في الطاجين. أنا بعد ما حطيت هذاك الطاجين راح نغطيه ونخليه يطيب. وهذاك اللي يبقى لي هذاك الزر اللي يبقى لي واش راح ندير؟ راح جبت هنايا بابي سوليفان، فرشته هنايا وحطيت هذا السكالوب تاعي اللي بقى حبيباتي. هنا شمخت يدي في شويه تاع الزيت ونبدا هنا نكسل فيه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نكسلو هنايا بهذه الطريقه نديرو على شكل مربع باش يجيني هنا مساوي. هنا بعد ما شكلته بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا عندي هنا شويه تاع الفخوماج راح نحشي هنا بالفخوماج. دائما نستعمل بدل الفخوماج تاع الوالد بزاف فخوماج بنين وصراحه وطري وهايل. هذا الفخوماج ما استغنيت عليه بنين بزاف. واش راح ندير؟ ندير هنا كونتيتي مليحه من الفخوماج باش نحشيه لداخل السكالوب ديالي. هنا نجيو في الطرف تاع تاع الحربوش ديالنا كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كسلناه وندير هنا كونتيتي تاع الفخوماج. راح نزيد حبيباتي ثانيك راح نجيب شويه تاع الزيتون راح نزيد نحشيه بالزيتون باسكو هنا راح نديرو هنايا مرقه بالزيتون على بها حشيته من الداخل بالزيتون راح يجي بزاف هايل. نزيد هنا حبيباتي ندير له هنا حبيبات تاع الزيتون هكذا قدام الفخوماج هذاك. ونبدا نرولي في هذاك السكالوب ديالي. شوفوا هنا حبيباتي نبدا هنا بالسوليفان ونرولي هنا في هذاك الرولي ديالي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما رولتي راح نزير عليه بالطرف كامل ومن بعد راح نجبد هذاك السوليفان ونبدا نجبدو بهذه الطريقه كامل حتى نشكلو مليح كامل. هنا راح نغلق عليه في الطرف بهذه الطريقه. شوفوا هنا كيف نزيروه مليح كامل ونضغطوا عليه مليح مليح كامل حبيباتي ما نخلوش هذاك الهواء داخل فيه. هذا هو حبيباتي الرولي ديالي. أنا واش ندير؟ جبت هنا بابي ألومنيو راح نغلفو بهذه الطريقة بالبابي ألومنيو وراح نديرو هنايا في الكسكاس ونخليه يفور. أنا نحط الرولي ديالي ونخليه حتى يفور لي كامل. هنا بعد ما حطيته في الكسكاس راح نحطه يفور. وهذه هي حبيباتي المريقه ديالي تاع الطاجين. هنا راني كل أكلة صورتها لكم مورا بعضها باش هكذا حبيباتي شوفوا واش درت. كيما راكم تشوفوا شوفوا المرقه ديالي كيف خارجت بزاف بنينه. عندي هنا شويه تاع لا كريم فريش راح ندير ثلاثه مغارف يكونوا معمرين مليح تاع لا كريم فريش في هذه المريقه باسكو ما عنديش المريقه بزاف. عندي هنا مريقه خفيفه ومريقه كونتيتي صغيره فقط حبيباتي. هنا درت هنا 3 مغارف يكونوا معمرين مليح نخلطهم مليح. واش ندير هنايا بعد ما حطيت شويه تاع لا كريم فريش راح نغطي عليها ونخلي حتى المريقه ديالي تتغلى لي وتخضر لي ومن بعد نطفي عليها.
أنا غطيت عليها ونخليها تزيد ترفد الغلية مليح كامل. هذه هي حبيباتي المريقة ديالي. شوف بعد ما خليتها، شوف كيف خضرت وكيف جات بسم الله ما شاء الله، راح تجي بزاف بنينة وراح تجي خاثرة. هنا بعد ما غلات لي مليح وتشربت لي، هنا راني طفيت عليها. دائما الفخار شوفوا يبقى يغلي وحده كامل، على بيها ما نخلوش الماكله ديالنا ناشفه بزاف، باسكو الفخار دائما حبيباتي حتى حنا نطفوا عليه راح يبقى يغلي. صافي الماكله ديالكم خلوها شويه خفيفه باش هنايا راح تبقى تغلي، راح تولي مليحه كامل. هنا زدت له شويه تاع كونتيتي مليحه تاع المعدنوس في الاخير. ومن بعد هنا هذا هو الطاجين ديالي حبيباتي راني كملته. واش ندير؟ راح نغطي عليه وهنا راني تهنيته كامل. وهنا راح نجوزو للمملحات راح نشاركهم معاكم في هنا في الريسيبيو. عندي هنا كاس تاع حليب يكون دافي. بنفس الكاس راح ندير هنايا ربع كاس تاع الزيت. عندي هنا كاس تاع حليب، ربع كاس تاع الزيت. عندي هنا هذيك الحبه تاع البيض اللي بقات لي قبيله زدت نكملها. نتوما حبيباتي ديروا هنايا بياض الحبه تاع البيض والصفار خلوه من الفوقه. عندي هنا مغرفه تكون معمره مليح تاع اللحظه. نزيد هنا مغرفه تكون ماشي معمره مليح تاع خميره الخبز. وعندي مغرفه تكون معمره مليح تاع السكر. انا نخلط المكونات جيدا كامل. دائما حبيباتي لازم الحليب يكون دافي، ما من البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. في الاخير بعد ما خلطتهم مليح كامل، ما ديروش الملح مع الاول مع الخميره حتى تخلطوا، بعد ديروا الخميره. انا زدت درت شويه تاع الملح ونضربها مليح كامل. هذه المملحات ما راحش نخليهم يخمروا كامل ديريكت، وما راح نعجنوهم كما راكم تشوفوا. نبدا نضيف الفرينه تدريجيا باش نطموا لاباط ديالي. هنا نبداو نطموا في لاباط هنايا. وهنا دائما حبيباتي مملحات باش يجوكم خفاف ويجوكم بنان وما يجوكمش مكتلين بهذاك العجين. خلوا دائما العجينه ديالكم لازم تولي شويه طريه وتتلاصق في الايد. وما تخافوهاش حبيباتي، غتشد الكره راح تجي بزاف هايله. كما راكم تشوفوا حنايا هذه هي العجينه ديالي. هنا راني خليتها طريه كامل وتتلاصق، ماشي طريه بزاف كامل، متوسطه فقط. هنا واش ندير؟ نبقى هنا نعجنها واحد 10 دقائق وهنا راح تشد لي روحها كامل وراح يتنحى لي هذاك السيق ديالها. كما راكم تشوفوا شوفوا العجينه ديالي كيف راح تجي بزاف هايله وتجي هايله ومبسه كامل. أنا هذه هي العجينة اللي تحصلنا عليها. شوف تجي طريه وبزاف هايله. واش ندير؟ هنا راح نحطها حبيباتي وراح نخليها هنا تخمر لي شويه فقط ونحو عليها. مع هنايا كانت الكوزينه ديالي سخونه ثم طلعت. هنا شوفوا ما خليتهاش خمرت بزاف، قيمت واحد شويه فقط. هنا بعد ما خمرت لي شويه نهزها نحطها هنا فوق طاوله العمل. راح نخرج لها هذاك الخمور، راح ندلكها هنايا مده، ندلكها شويه فقط، نديها ونجيبها دقيقه فقط وصايي كما راكم تشوفوا. بعد ما كملت خرجت لها هذاك الخموره. واش راح ندير؟ راح نقسم العجينه. راح ندير هنايا وحده كبيره ووحده صغيره كما راكم تشوفوا. راح ندير هنايا هذه راح نخليها صغيره وهذيك راح نديرها كبيره. صافي راح ندير هنايا عجينه تكون كبيره، يعني خبزه كبيره وخبزه صغيره. هنا كما راكم تشوفوا راح ندير بيهم هنا زوج تاع المملحات. هنا نعجنهم بهذه الطريقه وراح نحطهم هنا يرتاحوا لي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش نبدا نخدم بيهم. هنا كسلهم نسقمهم مليح كامل بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نجملوهم لتحت بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هنايا. هنا راح نحطهم نغطيهم ونخليهم يرتاحوا لي واحد 5 دقائق باش هنا نبدا نخدم بهم. وهنا راح نوري لكم هذيك الخلطه اللي درتها هنايا. عندي هنا حبه تاع بصل قطعتها رقيقه، عندي هذاك شويه تاع سكالوب اللي نحيناه مع الاول هذا. انا ما زدتش هنا لي زيبيس باسكو سكالوب ديالي فيه لي زيبيس كامل. راح نحط هذا سكالوب، راح ندير له هنا شويه تاع الزبده ونغليه مليح كامل، نخليه حتى يتغلى، هو يتغلى مليح. وانا راح ندير له شويه تاع لا كريم فريش وزوج مغارف تاع الزبده ونحن نحشي به هذاك لي كورني ديالي. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما ارتحت راح نجيب هذيك العجينه الكبيره كامل، ندير هنا شويه دائما الفرينه فوق طاوله العمل، ونجيب هذيك العجينه ديالي راح نزيد ندير لها شويه تاع الفرينه ونبدا نحلل فيها. حنا راح ندير لها على السمك ما يكونش رقيق بزاف ويكون سمك عادي فقط كما راكم تشوفوا. دوكا نوري لكم حبيباتي. نحاولوا نشكلوا هكا بالطول باش نبداو نشكلوا لي كورني ديالنا حبيباتي باش تجينا هنايا هذيك تاع لي كورني ديالنا شرائط باش يجونا طوال. شوفوا هنا كيف كسلتها. نجيب هنايا هذه نبدا نقطع بها. انا تقطعوا بالموس ولا تقطعوا بهذه هذه الجراره كما راكم تشوفوا. راح ندير شرائح ما يكونش خشان بزاف، يكون هنا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نديرهم كامل شرائح باش نولي نشكل في لي كورني ديالي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملت قطعتهم كامل راح نبدا بهذا الشريط الاول. راح نجيب لي كورني نوريكم كيف درت لي كورني ديالي. نجيب هنا هذاك تاع لي كورني بلا ما نديروا لهم الزيت بلا والو، نبدا نلوو ليهم. اول حاجه نلوو في هذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نلوو هذاك من تحت سكروا عليه باش ما تسنحناش. ومن بعد نبدا نلوو بهذه الطريقه. هنا حبيباتي هذاك العجينه ديالكم ما تكسلوهاش، خلوها كيما راها وبداو غير يلووا فقط، ما تكسلوش العجينه ديالكم تلووا باش هنا هذاك لي كورني حيجي هايل كيما راكم تشوفوا. نبدا نلوي بهذه الطريقه. العجينه حبيباتي كما راكم قلت لكم ما تكسلوهاش كيما راها، لووا عليها وصاي، حاولوا انكم ما تكسلوهاش. هذا هو حبيباتي الكورني. راني نلوي على الكورني ديالي بهذه الطريقه. شوفوا هنا في الاخير بعد ما غلقته راح نزيد نوريكم واحده اخرى.
راح نبدا من تحت ونبدا نلوي الشريط ديالي على هذاك الكورني كامل. طريقه سهله وبسيطه كامل، وهذه العجينه صراحه بزاف هايله وتوالمكم في جميع المملحات. هذه صراحه هذه هذه العجينة دائمًا مُعتمدة عندي، تحبّوا ديرها في البيتزا، في أي مملّحات كامل حبيباتي، في تصلح لجميع المملّحات. كيما راكم تشوفوا نبدا هنايا نلوّي في الكورني ديالي بهذه الطريقة، نكمّل أنا هذه الكورني ديالي، وهذه العجينة دارت لي بسم الله ما شاء الله كمية كبيرة تاع الكورني. هنا درت شوية واللي بقاو لي خبيتهم، دوكا راح نوري لكم كلش كامل. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، شوفوا الكورني ديالي كيفاه جاو بسم الله ما شاء الله. مام أنا عندي هادم الكورني كبار كامل. صافي عمرتهم حتى الفوق. هنا بعد ما كملت لي كوني، شوفي الكميه اللي جاتني بسم الله ما شاء الله كميه كبيره. واش ندير؟ حطيت هنا في السنيوه، درت فيها بابي كويسو، جبت هنايا شويه تاع صفار تاع حبه تاع بيض، درت له هنا 2 مغارف تاع حليب، ونبدا هنايا نطلي فيها هذوك من الفوق كامل، نطليهم بهذاك الصفار تاع البيض كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما كملت كامل درت لهم هذاك الصفار تاع بيض. عندي شويه تاع هنا، جبت هنا شويه تاع الجنجلان، راح نرش عليهم من الفوق شويه تاع الجنجلان ونخليهم هنا راح يخمروا لي قسما نكمل العجينه الاخرى. انا راني مشعله الفور وخليته يسخن باش ندخل هنايا العجينه ديالي. انا واش ندير؟ راح نخليهم هنايا واحد شويه قسما يخمروا، ونجوزو هنا العجينه الثانيه ديك الصغيره اللي خليناها، راح نديرو هنا تانيك شويه تاع الفرينه ونكسلوها. حنا راح نكسلوها حبيبتي، لازم تكون شويه رقيقه. هنا راح نديروها على شكل دائره، والدائره حبيبتي هنا نديروها شويه رقيقه، ما نخلوهاش خشينه باسكو من بعد راح تزيد تطلع. كيما راكم تشوفوا نشكلوها على شكل دائره باش نديرو حبيباتي لي كرواسون صالي. بهذه الطريقه حبيباتي راح نقطعهم على شكل كرواسون، راح نقطعهم على زوج ونزيد نقطعوا على 4، ومن بعد كل وحده راح نقطعوها على زوج. كيما راكم تشوفوا هنا راح نديرو ميني كرواسون، راح يجيو بزاف هايلين صراحه. هادو الميني كرواسون صراحه هايلين، نتمنى ان شاء الله تجربوهم والله ما راح تندموا عليهم كامل. شوفوا انا راح نقطعهم على حسب لي كرواسون، ونزيد نقطعهم هنا في البديه ديالهم في الجنب غير شويه فقط. ندير لهم كامل فتحه خفيفه كامل باش نبدا نشكل في الكرواسون ديالي. وانا صراحه عييت كامل، وليت غير لي كيدي كامل، والله اني ما قدرتش كامل. انا كيما راكم تشوفوا نبدا نشكل في الكرواسي ديالي، نبدا نلوي فيهم بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا حبيباتي. خدموهم هايلين كامل باسكو انا صراحه عييت وليت غير نخدم وصاي. انا شوفوا لي كرواسو ديالي كيفاه جاو بسم الله ما شاء الله. هنا راح يزيدوا من بعد راح يزيدوا يخمروا ويطيبوا، راح يخرجوا هايلين. وكتشوفوا نوريكم كيف خرجوا لي. نكمل انا ندير هذيك الكرواسو ديالي، وهذيك الجهه اللي التحتانيه الغلقه خلوها هي من تحت، حطوا عليها حبيباتي الكرواسو من تحت كيما راكم تشوفوا. نكمل نشكل انا لي كرواسو ديالي بهذه الطريقه كامل، وهنا خلوهم كسلين ما تدوروهمش، ولا تحبوا دوروهم كيما تحبوا حبيباتي. شوفوا الكرواسو ديالي بعد ما كملتهم شكون جاو بسم الله ما شاء الله. راح يجوا هنا ميني كرواسو، راح يجوا صغار كامل ويجوا بزاف متحوفين وهايلين. راح ندير لهم تاني بهذاك شويه تاع صفار تاع البيض هذاك اللي بقى لي. انا بعد ما كملت كامل طليتهم بهذاك الصفار تاع البيض، راح نزيد ندير لهم شويه تاع الجنجلان من الفوق، وراح نخليهم يزيدوا يخمروا. اول حاجه راح نطيب لي كورني هما الاولين، ومن بعد نزيد نطيب هادم. هادو هما ملاحات بزاف هايلين حبيباتي، جربوهم والله ما راح تندموا عليهم كامل. هادو هما لي كورني ديالي حبيباتي، بعد ما خرجتهم شكون جاو بسم الله ما شاء الله. بعد ما خرجتهم خليتهم هنا يرتاحوا واحد شويه، ومن بعد نحيتهم من هذاك لي كورني ديالهم شكون جاو من الداخل بسم الله ما شاء الله. راح يجوا خفاف ويجوا هايلين، ويجوا العجينه ديالهم هايلين، مام حتى يبقاو لكم حبيباتي يباتوا العجينه ديالهم راح تبقى طريه وبزاف هايله. شوفوا لي كورني ديالي كيف جاو بسم الله ما شاء الله، جاو طالعين وما جاوش خشانه، راح يجوا هايلين كامل. العجينه برك ما تخلوهاش خشينه حبيباتي باسكو هنا راهي فيها الخميره راح تزيد تطلع. شوفوا لي كورني ديالي راني وريتها لكم، راح يجوا مبسين ويجوا بزاف هايلين. هنا بعد ما كملت جبت هذاك الخليط ديالي تاع سكالوب اللي وريته لكم، طيبنا سكالوب مع نص حبه تاع بصل، وزدت له لا كرام فريش كونتيتي مليحه، وخليتها تغلي مع 2 مغارف كبار تاع الفرomاج. وهنا نبدا وتقدروا ديروا اي حشو متواجد عندكم. هنا نعمر لي كورني ديالي حبيباتي، نعمرهم حتى لتحت كامل. هنا راهي غير شويه تاع سكالوب فقط دارت لي، شوفوا بسم الله ما شاء الله كونتيتي مليحه. راح ندير لهم هنا بعد ما كملت راح نزيد نعمرهم حتى الفوقه كامل، وراح نغطسهم هنا حبيباتي في شويه تاع فخوماج ربي هكذا بالطريقه على حسب الديكور فقط. نكمل انا ندير لي كورني ديالي كامل بنفس الطريقه، نحشيهم كما راكم تشوفوا. وهذا الحشو راح يجي بنين بنين هايل حبيباتي، راح يجي بزاف بنين. بسم الله ان شاء الله جربوه. نكمل انا لي كورني ديالي حبيباتي، راح نحشيهم كامل بنفس الطريقه، وراح ندير لهم شويه تاع فخوماج ربي.
وأنا حبيباتي شوفوا درت كمية هادية، درت شوفوا الكمية قُلت لكم جاتني كمية بسم الله ما شاء الله كبيرة، خليت هذه الكمية اللي راح ناكلوها على حساب أفراد العائلة ديالي فقط، أنا ما كثرتش بزاف، وهذه الكمية اللي بقات لي واش راح ندير، جبت هنايا porte manger راح نحط هادوك اللي بقاو لي وراح نخبيهم هنا في الكونجيلاتور وقت الاستعمال راح نجبدهم، نخليهم حتى ثاني يطلقوا كامل ومن بعد راح نزيد نعمرهم فقط، شوفوا هنايا راح نخبيهم بهذه الطريقة راح يبقاو كيما راهم كامل، هنا نغلقوا عليهم مليح فقط. وتشوفوا هنا بعد ما جاوني بسم الله ما شاء الله أنا كمّلتهم، وهادو هُما حبيباتي شوفوا جاوني هادوك الكرواسون ديالي شوفوا طلعوا بسم الله ما شاء الله ميني كرواسون، جاو بزاف هايلين شوفوا حبيباتي راح يجيو بزاف هايلين وخفاف وبنان كامل، تقدروا هنا تانيك تاكلوا بهم الشوربة تخلّوهم هكذا ولا تحبوا تانيك تحشوهم، أنا صراحة راح نحشيهم ولا تحبوا تخلّوهم تانيك هكذا حبيباتي تاكلوا بهم الشوربة راح يجيو بزاف بنان وهايلين، أنا واش ندير هنايا نجيبوا حبيباتي هذاك الموس تاع المنشار ونقطعوهم شوفوا راني نوريكم كيف جاوني بسم الله شوفوا كي يجوا خفاف وبزاف هايلين هنا واش ندير راح نجيب انايا هذاك الموس تاع المنشار هنا صراحه الموس تاع المنشار اخي تولي تحوسي على الحاجه سبحان الله تولي قدامك ما تلقاهاش انا صراحه ما لقيتوش جبت الموس العادي وبديت نقطع فيه هذيك الكرواسون هنا نقطعهم على زوج باش نبداو نحشوهم والحشو حبيباتي اختياري يعني كل وحده كيفاش تحب دير الحشو ديالها شوفوا هنا نبدا كامل نفسحهم في الوسط هنا كيما راكم تشوفوا نفتحوهم هنا في الجنب بهذه الطريقة شوفوا كيف يجوا من الأخر يجوا فارغين ويجوا هايلين كامل حبيباتي وانا حبيباتي بعد ما كملت فتحت هذيك الكرواسو ديالي كامل واش عندي انا حبه طوماطيش قطعتها هنايا لي طرونش صغار وعندي تاني قليت شويه تاع سكالوب شويه قطع صغيره تاع سكالوب فقط واش راح ندير راح نفتح هنايا هذيك لي كرواسون ديالي راح نعمرهم هنا من الداخل بالمايونيز ندير كونتيتي مليحه تاع المايونيز تحبوا ديروا الفرomاج الحشو حبيباتي اختياري كل وحده واش تحب تحشي المملحات ديالها انا عندي حبه تاع طوماطيش قطعتها كيما راكم تشوفوا راح ندير هنا طونش صغيره تاع الطوماطيش وعندي هنا شويه تاع سكالوب شوفوا قطعته هنا قطع صغيره شوفوا هنا غير شويه تاع سكالوب قطعته هنا قطع ما جرحش يدير لي كونتيتي كبيره وعندي هنا شويه تاع الفرomاج هذاك تاع لي ساندويتش راح ندير تانيك شويه تاع الفرomاج هذا هو الحشو حبيباتي اللي درتو درت هنا شويه تاع طوماطيش ودرت شويه تاع سكالوب هكذا دوزنتو بشويه تاع فلفل كحل شويه تاع لي زيبيس تاع الشاورما وشويه تاع الملح خليته نايس شويه في الماغينه ديالو غير شويه ومن بعد حمرته كيما راكم تشوفوا هذا هو الحشو اللي درتو حبيباتي هذا هما المملحات تاع الكرواسون كيف حشيتهم نتمنى ان شاء الله تجربوهم هاد الميني كرواسون مالحين راح يجوا بزاف بنان حبيباتي ما راحش تندموا عليهم مام هذه الوصفه بزاف هايله تاع المملحات وهذه العجينه صراحه صالحه لكلش نتمنى تجربوها والله ما راح تندموا عليها كامل نكمل حبيباتي نحشي هذوك الكرواسون ديالي بنفس الطريقه انا نكمل هذيك الكميه اللي متواجده عندي كامل وراح نوريكم اخر حاجه درتها مع اني زدت تاني غسلت شلاضه درت شويه تاع الحميص كلشي كامل عندي انا تاني طيبت شويه تاع الروز فورت معاه شويه تاع الجلبنه باش ندير هذيك الماستدوان قطعت له شويه تاع زيتون خضر تحبوا حبيباتي ديروا تاني هذاك البذر تاني تحبوا ديروا كل واحد واش يحب يدير هنايا في الماستدوان ديالو هنا غليت درت كونتيتي مليحه واش راح ندير راح نحطها هنايا في البوكس مونجي ونغطي عليها كل ما راح نستعمل كل يوم راح نجبد شويه ما نضلش نطيب هنا كل يوم الروز وكاعيتيك كما راكم تشوفوا نغطي عليها كامل ونخليها هنايا في الفريجيدار وفي الأخير حبيباتي هذه هي طاولة إفطار أول يوم من رمضان بنص صدر تاع الدجاج درت طاولة بسم الله ما شاء الله معتبرة فيها كل شيء كامل طاولة اقتصادية بسيطة كما راكم تشوفوا هذه الوصفات اللي حبيت نشاركها معكم حبيباتي رولي تاع الدجاج بالزيتون بواحد لاصوص تاع راح تجي بزاف هايله درت لكم انا ثاني مملحه تاع لي كورني مع الكرواسون صالي راح يجوا بزاف هايلين درنا تالك شويه تاع شلاضه عندي شويه تاع اللحم الحلو هذا المطلوب حبيباتي ما حبيتش نشارك الوصفه بس كل فيديو راح يجيني بزاف طويل درت انا مطلوع تاني بزاف جهايل وتاني درت الفلون هذه هي الطاوله ديالي حبيباتي نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونحبكم نموت عليكم ما تنساونيش بلي لايك بلي جيم بلي كومونتير راني مسمح وانا نهضر انا ما سكتش كاع تقعبك الريق راه نشوف لي نتمنى ان شاء الله حبيباتي ما تبخلوش عليا بلي جام اي وحده تدخل القناه ديالي نتمنى ان شاء الله دير لي جام حبيباتي ما تبخلوش راكم في شهر رمضان ما تبخلوش غير لي جام وحده ما راح يدير والو نحبكم نموت عليكم نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي يعجبوكم تكونوا في المستوى ديالكم ومع الف سلامه نحبكم نموت عليكم مع وصفه صرصوره